السلام حبوباتي، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة وعافية. اليوم درت لكم وصفات جاية ديريكتومون من تونس اللي هي طاجين المرقز. هذا الطبق معروف في تونس ومحبوب جدا جدا جدا. نخليكم مع طريقة التحضير والمكونات. Vous trouvez la liste des ingrédients en français en barre d'infos. حبوباتي كيما قلت لكم طاجين المرقاز غسات سهله ماحله ما فيها حتى شيء، بنينه برشا 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 قد ما نقول لكم بنينه وشوي. باش نحضروا الغسات نتاعنا تاع اليوم نحتاجو هنايا عندي زوز كعبات بصل قصيتهم مفرومين، مغرفه تاع شاء ونص طماطم مصبره. بالنسبه باش نفوح لاصوص نحتاج هنايا عندي كيما راكم تشوفوا فلفل شايح، اذا كان عندكم هريسه عربي سي تري تري بيان. مغرفه تاع قهوه تابل، تابل هي ايبيس تونيزيان، كان ما عندكمش تقدروا تحطوا مغرفه تاع قهوه من الكزبره المجففه المطحونه، وزوج فصوص ثوم. هنايا اوسي باش نحطوا في لاصوص في الاخر عندي كعبه قارص مرقده وبيان مسيره باش نقصها دي بتي مورسو بعد، قليل من الكبار لو كابر، انا ما نحبوش فرانشمون ما نحبوش برشا، دونك حطيت كلكو كعبات وكهو، وفلفل اكحل وملح بطبيعه الحال. دونك باش نعملوا المرقاز نتاعنا 350 غرام من اللحم المفروم. هنا بالنسبه لي زيبيس اللي باش نفوح بهم اللحم المفروم باش يعطينا لوغو تاع المرقاز، هنا عندي مغرفه تاع قهوه من الفنوي المطحون او البسباس المطحون. هنايا مغرفه تاع تابل بطبيعه الحال تنجموا تعوضوها بمغرفه تاع كزبره مرحيه، ومغرفه تاع قهوه نعناع شايح، وزوز فصوص من الثوم، وفلفل اسود، وبطبيعه الحال الملح حسب الذوق، وزوج ولا 3 مغارف تاع الزيت اللي باش نقليو فيهم البصل والثوم. بسم الله على بركه الله. هنا في الطنجره تاعي كيما راكم تشوفوا حطيت 3 مغارف زيت باش نحط عليهم البصل والثوم يتقلاو مليح مليح، سي تري امبورطون يلزمهم يتقلاو مليح ويعطيو القوم تاعهم في الزيت باش المرقه تجينا فاوحه وبنينه. نزيد عليه الثوم. ينعم الغوصات هذه تطلب شويه اكثر من العاده بصل كيما راكم تشوفوا. انا هنا حطيت زوز كعبات بصل متوسطين ونخليهم يتقلاو على راحتهم. هنا كيما تشوفوا البصل بدا يتقلى، راح نزيد عليه طوماط كونسونطري او بيان طماطم مصبره. صدقوني الطماطم قد ما تقليوها قد ما القروسيه نتاعها تتنحى، يعني نقول لكم الحكايه هذه باغ تجربه باغ اكسبيريونس، قد ما تقليوها في الزيت قد ما القروسيه نتاعها تتنحى. سي بور سا انا نحب نقليها مليح مليح. دونك نقلي الطماطم مع البصل والثوم، من بعد نزيد عليها باقي التوابل اللي هما التابل والهريسه او الفلفل الشايح، وبطبيعه الحال ما نساوش الفلفل الاكحل والملح. دونك رشه الملح ورشه الفلفل الاكحل او الفلفل الاسود باش الناس الكل تفهمني، في تونس يقولوا فلفل اكحل. فوالا وخليها تزيد تتقلى بعض الوقت شويه اخر. دونك حبوباتي كيما راهي تشوفوا قاعده تتقلى. انا هنا خديت كاس ماء عادي اللي هو كيما هكا، وراح نضيف للطنجره كاس ونص ماء. انا عندي هنا الماء ساخن حطيته يسخن، نحب نزيدو ديما ساخن. هذا كاس كيما راكم تشوفوا، ونزيد عليها النص ونقصلها في الغاز نخلي لاصوص تطيب على راحتها. فوالا تو نحطها على فدو ونخليها تغلي على راحتها، ونمر نحضر المرقاز نتاعي.
باش نحضروا المرقاز حاجه سهله ما فيها حتى شيء. دونك نزيدوا على اللحم المفروم هذا نزيدوا له التوابل كامله هذو ونخلطوه مليح مليح. اول حاجه انا غسلت يديا بطبيعه الحال، دونك باش نخدم بيديا. بسم الله. اذا كان الفيونداشي تاعكم او اللحم المرحي نتاعكم تلقاوه يابس شويه ما يحبش يعني موش مطواكم في الخدمه، تقدروا تزيدوا له مغرفه تاع ماء. وزانكيتي با ماهوش باش يتبدل الكو تاعو، لا بالعكس. دونك ما ننساش باش نزيد الفلفل الكحل والملح. بطبيعه الحال نبداو برشه الملح والفلفل الكحل او الفلفل الاسود، كل بلاد كيفاش يقولوا. فوالا نكمل نخدمها مليح مليح. ندخل التوابل كاملين في وسط اللحم. بتاتخ بعض الناس باش يسخايلوا اللي باش نطيب طاجين بالمرقاز الحاضر. نو، طاجين المرقاز تاعنا في تونس اللي هو هذا نلقاه في وسط اللحم المفروم هذا طعم المرقاز من دون مصرانه، من دون بوايو اون بوايو. بالنسبه للناس اللي ما فهمتش المصرانه، هو المصرانه هي البوايو. وتوا ناخذ شويه من اللحم ونبدا كما راكم تشوفوا نعمل لا فورم تاع المرقاز. طب كيما تحبوهم كبار تحبوهم صغار، كل واحد كيف يحبهم. انا نحبهم قد هكا كيما راكم تشوفوا، قد اصبعي ما يفوتوهمش برشا، ما نحبهمش كبار برشا. ما يعجبونيش كي يكونوا كبار انتوكا كما تشوفوا كيفاه هكا. اي فوالا انسي دو سويت حتى لين تخلص لي كميه اللحم كامله. في اثناء هذا بيان سور لاصوص نتاعي قاعده تطيب على راحتها. نزيد نقول لكم لازمكم تطيبوها على نار هادئه، ما تحطوش لو فو تاعكم يكون قوي، يكون فو دو. فوالا كيما هكا انسي دو سويت. بوباتي بسم الله. هنايا كيما تشوفوا هازت الغلوه نتاعها مليح لاصوص. راح نزيد المرقاز تاعي ونخليه يزيد كيما العاده هدوه بشويه بشويه. بسم الله. وكي يطيب المرقاز نتاعي نزيد له كعبه القارص المسيره، نقصها مكعبات صغار هي والكبار. دونك نزيدهم في الاخير. خارجه من الطنجره ريحه تهبل. دونك هنا كما قلت لكم خليو المرقاز تاعنا يطيب مليح مليح. انا نحب نعمل برشا صوص باسكو راجلي يحبها لا صوص هذه، دونك سي بور سا عملت صوص يعني كما نقولوا احنا بما تكفيه العيله كامله. دونك حبوباتي هنايا كيما راكم تشوفوا المرقاز نتاعي طاب. دونك كيما قلت لكم في الاول قصيت كعبه القارص او بيان كعبه الليمون الى مربعات صغار، راح نضيفها على الصوص او على الصلصه. وراح نضيف كذلك الكبار. انا قلت لكم من الاول راهو ما نحبش برشا الكبار، دونك حطيت بعض الحبات اكاهو من تومات. اذا كان تحبوه تقدروا تزيدوه في لا كونتيتي، ما ثم حتى مشكل. وخليها تزيد تغلي لمده 5 دقائق ولاصوص تاعنا بالمرقاز راهي حاضره. هنايا كيما راكم تشوفوا المرقاز نتاعي طاب مليح. دونك الطبق هذا تنجموا تقدموه مع البطاطا المقليه او بيان الفريت، والا تنجموا تاكلوه وحده ما ثم حتى مشكل.
اي فواسي لو ريزولتا فينال. هنايا انا قدمته مع البطاطا المقليه لانه ولادي والزوج تاعي يحبوه بهذه الطريقه. دونك راح نقص لكم المرقزه في الوسط وراح تشوفوها. فرانشمون الطبق هذا روعه روعه روعه، قد ما نقولكم بنين وشويه. نتمنى العروسة متاع اليوم تنال رضاكم واعجابكم، وكان عودتوها نقولكم بالشفاء والهنا. ما تنسونيش بدعواتكم الجميله واللايكات والاشتراك في القناه. جو فو في دي نون بيزو ونقولكم على بروشين ان شاء الله.